Donc, mes chers apprenants, mes chers élèves, là où vous êtes, bonjour. Aujourd'hui, on va travailler sur une autre histoire qui est vraie. C'est l'histoire de Thomas Edison, bien كما نقولوا على توماس أديسون مخترع الكهرباء الذي تعرض لتعامل نوعا ما قاسي بالمدرسة، إلا أن أمه قامت بالدور الأكبر، لعبت دورا صراحة غير مسبوق وأخرجت منه إنسانا مخترعا. واللي غنشوف هذه القصة هذه بعد ما لفظته المدرسة. إذا نشوفوا القصة ديال توماس إديسون. توماس إديسون est né en 1847 décédé 1931. يعني أن توماس إديسون ولد في 1847 وتوفي سنة 1931. était un inventeur et entrepreneur américain. يعني كان مخترعا ومقاولا أمريكيا أو مستثمرا من أصحاب رؤوس الأموال. Lorsqu'il était enfant, لما كان طفلا صغيرا يرتاد المدرسة, il rentra chez lui de l'école et remit à sa mère une note que l'un de ses professeurs lui avait demandé de remettre à son parent. يعني عاد من المدرسة. Lorsqu'il était enfant كان طفلا, il rentra chez lui, عاد من المدرسة وسلم رسالة لوالدته، طلب منه أحد أساتذته أن يسلمها مباشرة لأحد والديه، ولكن كانت أمه في استقباله. Sa mère, Nancy Elliot، يعني الأم ديالو سميتها نانسي إليوت، née en 1810 décédée en 1871، يعني ولدت 1810 توفيت 1871. l'a lu à voix haute، يعني قرأت هذه الرسالة بصوت عالي أمام أنظار devant les regards anxieux المترقبة، نظرات المترقبة de son fils، لطفلها اللي هو توماس أديسون، pour connaître le contenu de la note، يعني باش يعرف المحتوى ديال هذه الرسالة اللي عطاه الأستاذ يسلمها لأحد الأبوين ديالو وقرأتها الأم ديالو. les larmes lui montèrent aux yeux، يعني الأم ديالو وهي تقرأ الرسالة كانت دموعها تنهمر على خديها. les larmes lui montèrent aux yeux pendant qu'il lisait la lettre à son fils، يعني لما كانت بصدد قراءة الرسالة لطفلها. ما كان مكتوب في الرسالة. voilà qui a été le contenu de la lettre. ton enfant est un génie، طفلك عبقري. cette école est beaucoup trop modeste pour lui، يعني هذه المدرسة ديالنا ناقصة على المستوى الذكاء ديالو والعبقرية ديالو. et pour lui elle n'a pas assez de bons enseignants، يعني المدرسة ما عندهاش معلمين أكفاء أو مدرسين أكفاء من أجل تعليمه pour l'éduquer. s'il te plaît enseigne-lui à la maison، من فضلك علميه بالمنزل، تكلفي أنت بأمره. نانسي embrassa son fils، تعامل ديال الأم، عانقت ابنها، احتضنت ابنها، le rassura، يعني طمأنت، et lui dit qu'il ne devait pas s'inquiéter، طمأنت وقالت له لا ينبغي أن يقلق، car elle s'occuperait de son éducation elle-même، أنها ستتكلف بتعليمه شخصيا. ce qu'elle fit exactement، وهذا ما قامت به بالضبط. des années après la mort de sa mère، يعني سنوات بعد وفاة والدته، Thomas Edison devint l'un des plus grands inventeurs et l'un des plus célèbres au monde. يعني سنوات بعد ذلك، بعد وفاة الأم ديالو، توماس أديسون أصبح من أكبر المخترعين ولهم أكثر شهرة في العالم. شنو دار واحد النهار alors qu'il fuyait dans son vieux placard، وهو يفتش أو يبحث في دولاب قديم ديالو هو، il trouva la lettre pliée de son professeur، عثر على الرسالة التي سلمها أستاذه سابقا وقرأتها أمه أمامه. شنو دار؟ il l'ouvrit et découvrit la véritable lettre que sa mère avait lue، يعني هنايا وجد اكتشف الرسالة الحقيقية اللي عطاها الأستاذ، ولكن اكتشف بأن المسألة اللي قرأت عليه الأم ديالو كان شيء آخر. il ouvrit et découvrit la véritable lettre que sa mère avait lue، يعني الأم ديالو قرأت شيء آخر ماشي داكشي اللي عطاه الأستاذ.
اشنو كتبوا الاساتذه اللي جراو عليه؟ قال طون اونفون اي مونطالمون روتاردي، طفلك متخلف عقليا. Nous ne pouvons plus lui permettre d'aller dans notre école. لا يمكننا أن نسمح له بالعودة إلى مدرستنا أو الذهاب إلى مدرستنا. يعني كان تم رفض هذا الطفل رفضته المدرسة باعتبار كما قالوا أن لديه تخلفا عقليا. لكن الأم ديالو بالذكاء ديالها بالفطنة ديالها بالغيرة ديالها قرأت عليه شيئا آخر وقالت له يقولون بأنك عبقري وبأن المدرسة لا تتوفر على أساتذة أكفاء لتعليمك، وبالتالي طلبوا منها أن تدرسه بنفسها. هنا كيفاش كنبنيو الإنسان. إديسون écrivit dans son journal. إذن أشنو كتب هاد إديسون بعد ذلك؟ كتب في الجريدة أو لا اليومية ديالو: Thomas Edison était un enfant souffrant d'une déficience mentale، يعني كان يعاني تخلفا عقليا que sa mère a transformé en génie. يعني المدرسة داكشي اللي عجزت عليه المدرسة قامت به الأم ديالو. Thomas Edison était un enfant souffrant d'une déficience mentale، يعاني من تخلف عقلي، لكن أمه حولت هذا التخلف العقلي إلى عبقرية. الدور الكبير الذي قامت به الأم ديالو. إذا هنا أشنو نكتب في آخر المطاف؟ بدنا نعرفو سي سولا اون مير أو لا سي لا فغي مير إدوكاتريس دي جينيراسيون، هي مربية الأجيال. إذا هنا الفضل كيرجع للأمهات في القيام بدور كبير وكبير جدا في تربية الأبناء وفي تشجيعهم ودعمهم نفسيا واعطائهم شحنه نفسيه من اجل تجاوز العقبات مهما كانت. اذا تحيه كبيره للام والامهات اللي كيقوموا بهذا الدور هذا. ونقولوا مثلا بان المدرسه اليبوك ومازال كنعيشوا هذا الشيء لابد من معرفه المستويات ديال الاطفال والتعامل معهم من اجل اكتشاف المويلات ديالهم ونعرفوا الحقيقه ديالهم باش ما نتخذوش احكام سلبيه في ضدهم كما وقع لهذا الطفل اللي كان صغير اللي هو توماس اديسون اللي كنعرفوه مخترع الكهرباء. اذا شكرا لكم على حسن الانصات والمتابعه. ما تنساوش كما كنقولوا تعاودوا تقراوا القصه وعاودوها للاطفال لان فيها دعم نفسي كبير للجميع. ما تنساوش تخليونا التعاليق ديالكم، laissez vos commentaires, n'oubliez pas de laisser d'exprimer votre ما كنقولوا باللغه العربيه السمح التعبير عن الاعجاب ديالكم بالقناه. ما تنساوش تقاسموها مع الاخرين وتنخرطوا في القناه ديالنا جميع اللي هي المسمات والمعروفه عند الجميع حاليا بقناه في النجاح الدراسي والمهني. شكرا لكم والى قصه لاحقه ان شاء الله.